فنشوف مثلا يعني الأكل المغربي هيعجبني والأكل المصري هيعجبك ولا لأ. مطيشة يما مطيشة، تعرفي مطيشة صح؟ لا ما اعرفش الله تعرف منين. طماطم. مطيشة يعني طماطم. احنا عندنا بتشنجان. بتشنجان هو بيتقال بتشنجان. قولي بتشنجان يعني الدنيا هتمطر بتشنجان. يلا بدو تذوق. حطي كل شوية منه بس خدي بقى كده. حسب إذا نشف ولا ما نشف. وي خيش نديها من نديها عندها جوج يدين. ده اوكي شوية تخويهم كلها. ايه واو ده عبارة على لحم. اللحم. هذا الحلو. واو نحن بناكله بالخبز. يعني الخبز طيب كي تاكلي بالخبز ده. ايه خبز ده I love it. السير طيب على فكرة. ممكن نحس الحين كأنه نشم. الزوز شوية صوص صح؟ شفتي بقى لازم يبقى جنبك على طول الصوص. انا دي عجبتني جدا 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 بجد. I give it 10 out of 10 بصراحة. طيب وهذا الكشري يعني انتوا تحطوا غدا عشاء ولا شنو يعني؟ بصي هو يعني ممكن يتاكل غدا ممكن يتاكل عشاء. اوكي هاي كمان كب عليها صوص. دي لا من غير صوص، هي اصلا اوريدي بالصوص. اوكي انا دلوقتي هدوق ده. هاي بتكون عبارة عن سويت. ايه ده بجد؟ دي الحين مش سويت، هاي سميتها الصفة المدفونة، يعني بس تاكلي راح تفتشي تلاقي جواها حاجات سربرايز جوا. تعرفي من وين؟ هذا المطعم؟ لا هذا مطعم موروكان هاوس. موروكان هاوس. اوكي داخل فيه حاجة يا جماعة سربرايز. اوكي في تقريبا فراخ ولا لحمة دي؟ هاي هذا دجاج مش لحمة. دي دجاج؟ ايه دجاج. عجبتك دي؟ اوكي هاي كتير حلوة. كيفاش طيبة هي لحمة؟ دي صدق. صدق او في القاهرة بيقولوا سجق. طبعا احنا جايبين الاكل ده من مطعم شطة موجود طبعا على بلدي اكسبريس ابلكيشن. ده تقريبا اختراع من عندهم. مكرونة باللحمة المفرومة تقريبا. هي لحمة مفرومة من I think so yes. خليني ادوقها اصلا. بجد عجبتك؟ انا اصلا مش عارفة يعني بالظبط هي ايه يعني. خلاص تركتي اكل المغرب. ندوق بقى المكرونة اللي بالكبدة. دوقي حاجة بسيطة. انا هاكل معاكي عشان اشجعك. دي كبدة اسكندراني. دي هاتيها دي. اعطيني اللحم البرقوق عشان ما تقدرش معايا. لا اللحم ده عجبني جدا جدا بس لولا ان هو يعني اعطيني الخبز بس. لا بصي انا من اكتر الحاجات اللي عجبني الكشري تبعكم يعني كتير طيب. هي اكتر حاجة عجبتك في الاكل المصري؟ صراحة عجبني هذا الكشري اللي بيكون ناشف هيك وتسدد لي الصوص. عجبني. الكبدة الاسكندراني رهيبة. دي مكرونة بالكبدة اسكندراني من شطة معمولة بالطريقة اللي بتتعمل فيها في مصر بجد. ما راح تحصلوا طنجية غير في موروكان هاوس في قطر. لا بجد انا عجبتني الطنجية قوي قوي قوي. كتير طيبة. دلوقتي دوركم ان انتوا تعملوا التشالنج دي. هاتوا صحابكم من بلاد مختلفة وهاتوا اكلات مختلفة. ممكن تجربوا الاكل المغربي من البيت المغربي او الاكل المصري من شطة. طبعا عندهم اوبشنز كتير اكتر من اللي احنا مبينينهم هنا في الفيديو بس احنا طبعا مش هنقدر ناكل كل الاوبشنز اللي عندهم. فجربوا واعملوا التشالنج دي وقولوا لنا رايكم ايه في التشالنج وفي الاكل اللي هو من بلاد مختلفة. وما تنسوش خلوا لنا كومنتات تحت. بالظبط قولوا ايه رايكم في الاكل المغربي والاكل المصري.